مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. مجلس الإقليم الجنوبي يعقد اجتماعه الدوري. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يدعو إلى مشاركة الشعب في برامج التنمية. أنشطة الإريتريين في هولندا وأنغولا وإسرائيل. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار كابول إلى 40 قتيلا. أوكرانيا والمتمردون يتبادلون الأسرى. وعاصفة شتوية تخلف ثلوجا قاسية بمدينة أمريكية. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد مجلس الإقليم الجنوبي اجتماعه الدوري 17 يوم 26 من ديسمبر بمدينة مندفرة تحت شعار وحدتنا قوتنا التي لا بديل لها. وقال رئيس المجلس الأستاذ والداي جبراي إن برامج التنمية التي يشهدها الإقليم وخاصة البنى التحتية والطاقة والمياه سهلت من حياة السكان، داعيا لتعزيز المشاركة الشعبية الواعية لفعالية تنفيذ المشاريع. وبحث الاجتماع التقارير التي نفذتها أقسام إدارة الإقليم والوزارات هذا العام، وقيم إيجابيات وسلبيات العمل. وأشار الاجتماع إلى الأعمال الإدارية التي نفذت هذا العام ونجاح 98% من عملية إعادة توزيع الأراضي الزراعية وبدء تطبيق قانون إيجارات البيوت الخاصة. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد أفريم جابر كروستوس أن على أعضاء المجلس المساهمة القوية في أنشطة حماية التربة وحفظ المياه وتقوية العملية التعليمية والحد من اقتلاع الأشجار. وأوصى الاجتماع للاهتمام الجاد بنواقص وتحديات الجمعيات التعاونية لمنتجي الخضر والفاكهة والألبان، وإيجاد حل لنواقص أدوية تطعيم الماشية وتطوير الزراعة، واتخاذ المبادرات للحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية والسياحية واستكشاف المواقع الجديدة. دعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في الاجتماع الذي عقده لمسؤولي المؤسسات الحكومية في الإقليم للعمل المنسق لتعزيز التعاون الشعبي في برامج التنمية. وأشار إلى أن حزمة برامج التصدي تسير بصورة جيدة، داعيا لتقوية التنظيم والإدارة لتنفيذ برامج عام 2018. وأوضح السفير منتاي أن النجاح يعتمد على التعاون المشترك، منوها بأن هذا التعاون كان سببا في نجاح الأعمال التي نفذت خلال سنوات الاستغلال 26 الماضية. من جانبه قال قائد الجيش الشعبي في الإقليم المقدم برهان دمساي إن الأنشطة التي يقوم بها الشعب تحقق نتائج مرضية، مؤكدا مواصلة العمل بجهد أكبر. عقد الإريتريون في هولندا وأنغولا وإسرائيل سيمينارات لبحث الأوضاع في البلاد وتنفيذ المهام المرحلية. وأوضح سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي ودول بنوروكس السيد ناغاسي كاسا في السيمينار الذي عقده للإريتريين في مدينتين روتردام وأمستردام بأن عام 2017 شهد نتائج التفاني والتصدي القوي للشعب الإريتري، ويتطلب القيام بمجهود متزايد لتحقيق نتائج أكبر عام 2018. كما عقد سفير إريتريا في جنوب أفريقيا ومنطقة الجنوب الأفريقي السيد صالح عمر سيمينارا للإريتريين في أنغولا، موضحا بأن الحكومة الإريترية تقوم بتنفيذ برامج تنموية متوازنة لإحلال العدالة الاجتماعية وتسيير علاقات خارجية لإحلال السلام والاستقرار والمصلحة المشتركة. في غضون ذلك عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في إسرائيل السيد سولومون كنفي سيمينارا للإريتريين المقيمين في بيرشابا، وقدم توضيحا حول دور ومساهمة الإريتريين في التنمية والتصدي وتقوية التأطير والتنظيم وتوسيع وتقوية الجالية والخدمات القنصلية. وأكد المشاركون على تمتين الوحدة والعمل لإنجاح البرامج الوطنية وخاصة برامج التصدي.
أعرب سكان مدينة كرن عن ارتياحهم لإرساء خدمات مياه الشرب النقية التي خلقت استقرارا كبيرا في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى انتفاء الإشكاليات التي كانت تواجههم في الماضي. وصرح السكان لوكالة الأنباء الإريترية بأنهم يتلقون خدمات مياه الشرب المنتظمة بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمد أنابيب المياه وإنشاء مصدر مضمون مدركة مشاكلهم. وأوضح مسؤول خدمات المياه المؤقت في المدينة الشاب أبرهي جرماسيون بأن المياه المقدمة للسكان تتوزع من 3 نقاط توزيع، وهي نقطة صباب ووسط عنسبة وجبل قرود بالطاقة الكهربائية، وتضخ النقاط الثلاثة إلى الخزانات أو إلى الخزانين المشيدين في منطقة شفشفيت وقطعتاي، ومن ثم تتوزع على السكان. وذكر بأن توزيع المياه يجري عبر طريقتين، حيث يتم 70% عبر الأنابيب و30% عبر صهاريج المياه، مشيرا إلى جريان العمل لإحداث حل دائم. وأشار الشاب أبرهي إلى مد 1230 أنابيب جديدة في مناطق شفشفيت وإندابلا وبتريت وبلوكو وضواحي مدرسة عونة وقزبان دلعلاي، موضحا عن توزيع عدادات جديدة ل 295 مواطن بموجب الطلب الذي تقدموا به، إضافة إلى العملاء القدامى البالغ عددهم 5210 مواطن. وأضاف بأن المؤسسة تشرع في إنشاء مشروع جديد يمتد من منطقة صباب إلى فورتو بطول 11 كيلومترا، مشيرا إلى اكتمال 90% من البنى التحتية للمشروع. وقال الشاب أبرهي إن الهدف الأساسي من المشروع هو إيصال المياه للمناطق التي لم تصلها المياه عبر الأنابيب، موضحا بأن العمل جاري لتجديد الأنابيب الضيقة بأخرى واسعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المؤسسة ستعمل بشكل أكثر تنظيما ودقة في العام 2018 بعد التعرف على القصور والنواقص والتحديات. نظم سيمينار في مديرية فورتو لتعزيز معرفة الطلاب القانونية، وقدم قائد الشرطة في مديرية فورتو النقيب براخي تخلي مريم في السيمينار الذي عقده لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية توضيحا مسحبا عن الأسباب والأضرار والجرائم والمخالفات التي ترتكب في المديرية، بالإضافة إلى أهمية احترام قوانين المرور ودورها البارز في السلامة، داعيا الطلاب على رفع الوعي والتعاون مع الشرطة وإعطاء الأولوية للتعليم وضمان مستقبلهم. وكذلك أوصى النقيب براخي في الاجتماع الذي عقده لمعلمي تلك المدارس لترسيخ الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة في الطلاب إلى جانب التعليم الأكاديمي، باعتبار المعلم قدوة حسنة في كافة الأمور. من جانبه قدم مسؤول مكافحة الجرائم في مركز الشرطة بالمديرية الرقيب من قستآب زرزقي تقريرا مفصلا حول الجرائم والمخالفات المرتكبة في العام 2017 في المديرية، موصيا الطلاب لاتباع الأعمال النبيلة من أجل أنفسهم ومجتمعهم. المشاهدون الأكارم، كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. عالميا ارتفعت حصيلة ضحايا عدة انفجارات وقعت بالقرب من مسجد ومركز إعلامي في كابول اليوم الخميس إلى 40 قتيلا حسب ما ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية. وفي وقت سابق قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 6 في عدة انفجارات بالقرب من مسجد ومركز إعلامي في كابول بحسب ما أعلن مسؤولون. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن حصيلة أولية من 4 قتلى و6 جرحى، لكن إداريا في مستشفى أعلن لتلفزيون محلي عن وصول 18 جريحا إلى مؤسسته، من بينهم 5 في حالة حرجة. كما أظهرت صور نشرت في صفحة وكالة الصوت الأفغاني في موقع فيسبوك مقرا متضررا وجثثا على الأرض. قامت أوكرانيا ومتمردون انفصاليون موالون لروسيا بأكبر عملية مبادلة للأسرى منذ تفجير الصراع في 2014، حيث أعاد الجانبان مئات الأسرى إلى منازلهم. وقتل أكثر من 10,000 شخص في الصراع، ولا يزال يسقط قتلى وجرحى بصورة شبه يومية، على الرغم من وقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه في 2015. وينص الاتفاق على أن
تسلم كييف 306 أسرى للمتمردين مقابل 74 أسيرا لديهم. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن فيكتور ميدوفيتش ممثل أوكرانيا قوله إن من المتوقع مبادلة مزيد من الأسرى في 2018. وقال جهاز أمن الدولة الأوكراني إن 103 أسرى لا يزالون في أيدي الانفصاليين. ورحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون بالمبادرة في بيان مشترك، وطالبا الجانبين بإطلاق سراح الأسرى المتبقين. يحرص بعض سكان برلين على التوجه صباح عيد الميلاد نحو إحدى البحيرات الموجودة بكثرة حول العاصمة الألمانية من أجل ممارسة السباحة الجماعية في مياهها الباردة. وقام العديد من محبي الغطس في المياه المتجمدة بكسر الجليد والتمتع بالسباحة في المياه الباردة، ما مثل مشهدا فريدا خلال فصل الشتاء. ويقول الأطباء إن السباحة في المياه شديدة البرودة ترفع بشكل عال من مناعة الجسم للإنسان وتقوي الجسم والصحة، لكن قبل البدء بممارسة السباحة بالمياه الباردة لا بد من إجراء الفحوص الطبية، ويجب التأكد من حالة الصحة العامة وحالة القلب وجهاز الأعصاب والكليتين. نختم النشرة بالنبأ الرياضي، ولكن بعد الفاصل كونوا معنا. وفي الرياضة توصل ليفربول لاتفاق يقضي بالتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان ديكا مع ساوثامبتون بحسب ما أعلنه الناديان وسط تقارير تتكهن بأنها الصفقة ستكون الأقلى عالميا للتعاقد مع مدافع. وكان يتوقع أن ينضم فان ديكا إلى ليفربول في بداية الموسم بعدما تقدم بطلب للرحيل لمسؤولي ساوثامبتون، لكن الصفقة فشلت حينها، وأجبر ليفربول على تقديم اعتذار علني بعد تورطه في محاولة غير قانونية لضم اللاعب الصيف الماضي أغضبت إدارة الفريق. ولم يكشف ليفربول عن قيمة الصفقة، لكن ساوثامبتون قال إنها صفقة قياسية عالمية بالنسبة لمدافع. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمتها 100 مليون دولار. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.